الملوخية يا جماعة احنا راح عمرنا واحنا بنخرطها والله. الملوخية بأسهل طريقة هتخزنيها من السنة للسنة، هتفضل معاكي خضرة زي ما انت شايفة. بصي عاملة ازاي، زي في المخرطة بالظبط، طعم وشكل وقوام وكل حاجة. ما تقلقيش، جربيها وعلى ضمانتي. لو عايزة تعرفي الطريقة والمقادير كملي باقي الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هنعمل تفريز جديد. احنا عملنا قبل كده البامية مع بعض. النهاردة هنعمل تفريز الملوخية من غير ما نخرطها ولا نحطها في الكبة ولا الكلام ده خالص. الطريقة دي حلوة جدا، انا جربتها وما تقلقوش منها. حلوة قوي قوي قوي، اسهل واحسن طريقة للملوخية والاقرب للمخرطة. الطريقة دي سهلة جدا، ما بتاخدش معانا دقايق. بنعمل كمية ملوخية كبيرة، ممكن ما تكملش ماكسيموم 10 دقايق. الملوخية اليومين دول رخيصة، دي من ضمن الحاجات اللي كله كان بيسألني عليها نخزن ايه، وحاجة تكون برضو في متناول الايد. الملوخية دلوقتي ب5 جنيه، يعني مش حاجة. وهتنفعنا برضو لما نكون محتارين نعمل اكل ايه، او عندنا اطفالنا في مدارس ومفيش وقت. فدي اكتر حاجة بتسعفنا يعني. مش هطول عليكم في الفيديو. معانا ملوخية وسكر، هنعملها مع بعض دلوقتي. الملوخية هنا هننزل بيها في مية سخنة، وهنحط السكر، وهوريكم كل حاجة دلوقتي. معانا هنا المية بتغلي، هننزل بالسكر، معلقة سكر على كمية المية دي كلها. هننزل بالملوخية. بصوا ما بتاخدش اي حاجة خالص، سهلة جدا جدا، سهلة قوي. هنزل الكمية كلها واوريكم هنعمل ايه. اهي نزلنا الملوخية، بصوا يا دوبك بننزلها كده اهي، ما بتكملش ثواني، وبنطلع بيها على المية الساقعة، او نحطها في المصفى وننزل عليها بالمية من الحنفية عادي خالص. بصوا اهي انا معاكم في الفيديو اهو. بصوا هي مجرد ما بتدبل، احنا مش عايزين منها غير ان هي تدبل كده، ما تغليش او اي حاجة. هي خلاص دبلت، هنطلعها على المية اهي. مشغلين عليها المية في الحنفية لحد ما تبرد، واول ما تبرد هقولكوا هنعمل ايه تاني. وهي الملوخية معانا بعد ما خلاص صفيناها. بصوا عاملة ازاي، هي كده هبطت خالص. دول 3 كيلو على فكرة، زي ما انتم شايفين. نزلنا عليها بمية ساقعة لحد ما بردت. هننزل بقى على ال3 كيلو دولت كوبايتين مية ساقعة. هي بصوا في الخطوة دي ممكن تتضرب في الخلاط، بس انا عندي الهاند بلندر بحب اشتغل بيه اكتر. بصوا بقى هنضرب ازاي، اللي هو ضرب مش عصير يعني، اللي هو كده. حتى لما نيجي نضربها برضو في الخلاط ما نضربهاش على مرة واحدة، نفضل نضرب متقطع علشان ما تبقاش سايلة مننا قوي. احنا عايزينها شبه المخروطة بالظبط، وتدينا نفس الطعم والشكل. وادي الملوخية بعد ما اتضربت، بصوا عاملة ازاي، بصوا خضرة قوي ازاي، بصوا القوام، شايفين العرق ما فقدتش اي حاجة. عشان الناس اللي ممكن تقول لا ده في المية العرق هيروح، لا بصوا اهي كأنها مخروطة بالظبط. بصوا عاملة ازاي خضرة جدا. مش لازم خطوة الكربوناتو، عشان في ناس هتقولي ما حطيتيش كربوناتو. انا مش بحب احط كربوناتو في اي الملوخية، بحب اخليها على طبيعتها كده اهي. وهتفضل خضرة عن تجربة لحد اخر كيس خلصتيه في التلاجة اهو اهو. هحطها في الاكياس او في العلبة اللي هتشيلي فيها، تحطيها في الفريزر. هعبيها في الاكياس واوريها لكم. وخلصنا خلاص الملوخية. بصوا عملت معايا كمية حلوة قوي. دول 3 كيلو، انا بحب اعملها على انصاص، يعني نص كيلو في كل كيس. بصوا الملوخية عاملة ازاي، والله احنا راح عمرنا واحنا بنخرط. يعني مش هتلجأي للمخرطة تاني، انسي المخرطة دي خالص. اقسم بالله احلى ملوخية تعملها في حياتك، واسرع ملوخية، يعني معنى اصح ملوخية الانجاز يعني. ان شاء الله تجربوها والوصفة هتعجبكم جدا. ولايك وشير، وشكرا على متابعتكم، وشكرا على كلامكم الحلو ليا في كل فيديو. ميرسي ليكم جميعا.
شكرا.